هل تتخيل انك تشتري شقة وتسمع صوت بيعيط من جوه الحيطة؟ طب لو قلتلك ان في ست اتحبست فعلا جوه الحيطة وكانت لسه عايشة؟ القصة دي مش فيلم رعب، دي حصلت فعلا في قلب القاهرة. خليك معايا للنهاية، لان النهاية هتفضل تطاردك بالليل. في عمارة قديمة في مصر الجديدة مبنية سنة 1933. السكان القديمة دايما كانوا بيحكوا حكايات غريبة، صرخات، همسات، اصوات بتطلع من الحيطان وقت الفجر. بس الناس قالت تهيؤات، ناس بتتوهم. لحد سنة 1994 كل حاجة اتغيرت. مهندس اسمه شريف في بداية حياته لقى شقة في الدور الأرضي بسعر مغري جدا. أصحابه قالوا له أنت هتسكن في العمارة المسكونة. ضحك وقال يا جماعة احنا في التسعينات، مفيش الكلام ده. أول أسبوعين ولا حاجة، الدنيا هادية، لحد ما جت الليلة اللي الساعة فيها بقت 4 الفجر. صوت بكاء ست بدأ يطلع مش من الشارع، من الحيطة نفسها. كان في حد جوه الطوب بيعيط. شريف قال لنفسه اكيد مواسير او صوت من الجيران، لكن الصوت استمر كل ليلة لحد ما تحول لهمس. انا هنا، طلعني. الصوت بقى واضح، جاي من نقطة واحدة في الحيطة. وشريف اخيرا قرر ان هي مش مواسير، وجاب شاكوش وبدأ يكسر في الحيطة. اول طبقة طوب وقعت وكل حاجة سكتت، بس اللي وراه كان اسوأ كابوس ممكن تشوف. في فراغ ضيق جوه الحيطة، كان فيه جثة ست اتحنطة لابسة فستان قديم، عينيها مفتوحة، وبص عليه. الشرطة وصلت والتحقيق بدأ. الصورة كانت مرعبة، بس الصدمة كانت في التفاصيل. الجثة لست اختفت سنة 1956 وكانت ساكنة في نفس العمارة. جار قديم فوق شريف قال انه زمان لقى جواب واقع من السقف، كان مكتوب فيه جوزي حبسني جوه الحيطة، عايز يدفني حية عشان محدش يلاقيني. لو حد قرا الورقة دي طلعني، انا لسه عايشة. شريف جمع حاجته بعد اسبوع وساب الشقة، بس قبل ما يمشي كان بيشوفها كل ليلة واقفة عند باب الأوضة ساكتة، بس عينيها بتقوله اتأخرت. مش دايما الأشباح بتصرخ، أوقات بتقعد ساكتة سنين مستنيين حد يسمعها أو يفتح الحيطة. لو كنت مكان شريف كنت هتفتح الحيطة ولا تهرب قبل ما تسمع النداء؟ اكتب لي في التعليقات رأيك، وما تنساش تعمل لايك واشتراك لو بتحب القصص اللي تقلب لك ليلتك.